هذه غتنسيك في الحلويات اللي ضقتي كامل من قبل، غتجيك بحال المحترفين ولكن بطريقه مبسطه. جيبي ليا بيضه اللي تكون في درجه حراره الغرفه، كنضيف ليها 3 معالق كبار ديال السكر سنيد، وهنا تقريبا 6 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، و125 غرام ديال الزبده اللي كتكون في درجه حراره الغرفه. الزبده تكوني ضروري خرجتيها من قبل من الثلاجه. كنخدموا هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على خليط اللي كيكون متجانس نوعا ما. ضربيهم في الضرب الكهربائي الا ما بغاتش تجانس لك الزبده. من بعد كنضيفوا ليها الدقيق، وكنضيف لها كذلك هنايا 10 غرام ديال الخميره الكيميائيه، وكنضيف لها ملعقه صغيره من الفانيلا. بودره الفانيلا هذه النوعيه اللي كنخدم بها، ماشي اشهار ولكن من احسن ما جربت بالنسبه للنكهه ديال لافان. كنحرك هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم كنجمعهم. هنا خدات معايا تقريبا 3 ديال الكؤوس، يعني الكاس اللي من فئه 220 غرام، فهذه خدات معايا تقريبا 3 الكيسان. ولكن دائما كما كنقول راه الدقيق كيبقى حسب النوع. كتضيفي الدقيق بالتدريج حتى كتحصلي العجين اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليد. هذا هو القوام اللي خصك تحصلي عليه، نفس المبدا ديال العجين ديال الصابلي. خاص العجينه تكون بحال هكا مرمله، ما كنعجنوهاش، كنجمعوها فقط باطراف الاصابع. غادي ناخذ ثلث العجين كما كتلاحظوا، غادي نديرو واحد بلاستيك غذائي وغادي نديرو في الكونجيلاتور اولا المجمد لمده 30 دقيقه. كناخذ هاد لي غامكا ولا اللي موجود عندك، ليمون اللي موجودين عندكم. انا خدمت بهادو، غادي نخدم بوحدين اخرين. نتوما الا بغيتو تخدموها يعني فرديين كما خدمتم انا، يمكن لكم تخدموهم. الا بغيتو تخدموهم يعني وحده كبيره يمكن لكم تخدموها. هنا راني دهنتهم بشويه الزبده ورشيتهم بالدقيق للتفادي، حيت انا موالفه يعني عاده كنخدم فيهم غير المالح، فبالتالي ما كيلصقوش ليا، كناكلوا فيهم. فخفت يعني تلصق ليا، ساعه ما لصقتش الحمد لله. هنا كناخذ واحد الكره، ضروري العجينه تكون يعني متوسطه، ما نساوش اننا درنا فيها الخميره غادي تضاعف الحجم ديالها ملي كتدخل الفران. هنا كناخذ نفس الشيء العجينه كما كتشوفوا، كتخدميها كتجيك ساهله في الخدمه. انا ما خدمتش بها مباشره، يعني هذاك الثلث درته في المجمد، وهذا اللي غادي نخدم كقاعده وضعته فقط في الثلاجه من التحت، يعني حتى ديك الزبده كتكون تجمعات ولا بات كتكون ارتاحت، فملي كتخدميها كتجيك ناجحه 100%. المهم هذا الفون دو طارت تقدروا تخدموا به اي حاجه. الحشوات ما تشوفوا غادي يكونوا مختلفين. هنا جبتها من المجمد مباشره، كندوزها في واحد الحكاكه اللي كتكون غليظه. يمكن لكم تدوزوها في الهاشوار مع شويه دقيق، انا دوزتها فقط في الحكاكه اللي هي غليظه. مباشره كي كنكملها كنضيف لها واحد الرشه خفيفه من الدقيق باش ما كتلتصقش مع بعضياتو، كتبقى مفروزه. هنا كحشوه انا خديت هنا مربى ديال اللي موجود عندكم، ديال المشماش، نوتيلا، شوكولاته الدهن، اولا المربى ديال الفرامبواز ولا ديال الفريز اللي موجود عندكم. كندير واحد الكميه اللي تكون لا باس بها، تقريبا كل وحده درت فيها معلقه اللي كتكون كبيره. هنا يمكن لكم تضيفوا المكسرات لداخل، انا ما ضفتهمش. وهنا درت شوكولاته الدهن، يمكن لكم ديروا الكريمه الحلواني اولا كريمه الحامض اللي متوفر عندكم، هادو يعني بساط وساهلين. هنا ضفت لهم كاضافه تفاح اللي حكيته في الحكاكه الغليظه، وسقطرته مزيان، يعني عصرته مزيان حتى حيد منه الماء ديالو، ما طيبتوش، يعني تفاح خضر ووضعته الوسط، يعني كيعطي واحد لا فوليوم يعني لا طارت ديالنا باش كتبقى اقتصاديه. هنايا من بعد ما كملتهم كاملين غادي نعمرهم بداك العجين اللي حكيت من قبل في الحكاكه الغليظه، وهنايا نديرهم يعني تقريبا سوا حيت من بعد راه مازال غادي ينتفخوا لينا في الفرن. هنا نحاولوا ما ندكوهمش بالايد ديالنا باش يبقاو محافظين على داك الشكل ديالنا. هنا هاد يعني ما تبقى لي من العجين قطعت غير تفاح، يعني قطع اللي تكون رقيقه حيت ما طيب، وضفت لهم مربى المشمش كذلك. هنا غادي نسخن الفرن على درجه حراره 150 15 دقيقه قبل ما ندخلهم الفرن. نوع من الحلويات خاص ضروري تردوا لهم البال الطيب ديالهم، كيلعب دور كبير. راه نفس المبدا الناس اللي عندهم فرن غازي كذلك كنديروا نار متوسطه ونخليوه يسخن من قبل. هنا درتو على المروحه لمده تقريبا 30 دقيقه، وهنا درجه حراره 150. خليهم يطيبوا بحال الصاب، اللي ما خصهمش يطيبوا بالخف، خصهم يطيبوا على راحتهم باش كيجي القوام ديال العجين مزيان وكيتحمروا وكياخذوا داك اللون اللي هو لون موحد، ما تجيش جهه محمره وجهه بيضاء وجهه محروقه، فكيجيو خارين. ما نقولش لكم المزيج ما بين لافاني والريحه ديال التفاح ملي كيكون يطيب ولو فرامبواز وريحه النوتيلا، جاو يعني خطيرين لا في الشكل ديالهم ولا حتى في المذاق. هنا
لك اختيار، يمكن لكم تبودغي عليهم شويه سكر ثقيل او سكر كلاص. راه كما شفتوا ما درناش فيهم السكر بزاف. شوفوا لي ما شاء الله تحفه، بحال جايباهم من لي غون باتيسري. يعني انا نشكر راسي كاع، ما تشكروني نتوما، انا ما كنشوف حتى تعليق، فللاسف ما عرفتش علاش. خليو لنا فقط كلمه طيبه للتشجيع لا غير. سمعوا لي هذه القرمشه. ففعلا تستحق التجربه. هاد الحلوى يمكن راكي المهم الاصل ديالها ما نقدرش نقول لكم واش كاينه. كاين في ايطاليا كيقولوا لهم كروستاتا، كاين في الجزائر كيقولوا لها صبرشاش، دي طارتوليت، ما عرفتش كيفاش نسميوها كله وكيفاش كيسميها. انا غيرت فيها مقادير، ماشي نفس المقادير كيخدموهم الناس كاملين بنفس الطريقه، والحشوات كذلك كانوا مغيرين. انا كنأكد عليكم الا جربتوها غتنجح معكم من اول تجربه. وبارطاجيو في الواتساب، فيسبوك او الانستغرام اللي عندكم. اكيد كلكم عندكم الواتساب، ضروري ما تبارطاجوها غير مع 5 في العائله ديالكم. خليو لنا لايك ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.